السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين مطبخ ست الحبايب، حبايبي اليوم راح نشتغل خلط كريم اللي طلبوه من عندي أعزائنا المتابعين. أني أشتغل هذه الكريمة ظهرت على الشاشة اللي هي كريمة ديفيزون من شركة شانتي. لهالوصفة حبايبي راح نستخدم كوبين من الكريم زائد كوبين من الماء. هذه المقادير تكفي تغليف كيكتين بالضبط. الماء أنا خليته بارد جدا بحيث حتى يعني احنا بتعبير العراق نقول مقزز، صاير بيه مثل الزجاج، يعني هالقد ما بارد. حبايبي نضرب بالخلاط لمدة 4 دقائق مستمرة. أعزائنا أصحاب الطلبات اللي يعانون من الكريمة اللي تذوب عندهم في فصل الصيف الحار، بعد هذا الفيديو إن شاء الله نهائيا ما عندكم أي معاناة. كريمة الفيزون الأصلية خالية من الخطوط الفضي أو الأزرق، خالية تماما، يعني اللي من جهة كبس الغلاف ما بيها. حبايبي تاخذوها سادة، هي اللي تكون أصلية. بعد مرور 4 دقائق خلينا نشوفكم قوام الكريمة. احنا حاليا الشهر 3 بالعراق، الجو بعده بارد يعني أو معتدل مثل ما نقول ربيع. شوفوا حبايبي ايش قد ناعمة ومتماسكة وقوية. حتى أزيدها قوة وتفيدني بفصل الصيف، بعد ما أخلط 4 دقائق أضيف نصف كوب كريمة باودر إضافي إلى اللي ضفناه. يعني إحنا ضفنا كوبين كريم كوبين ماء وخلطنا 4 دقائق، بعدها نضيف نصف كوب كريم ونخلط مدة 1.5 دقيقة. حبايبي ضروري بهالطريقة تشتغلوها. يعني شلون إحنا نسوي تحايل على الكريمة، تحايل. نجي نضرب أول شي كوبين بكوبين، بعدين نضيف نصف كوب ونضربه بالخلاط لمدة 1.5 دقيقة ونرفع المكسر. وتشوفون كريمة ممتازة جدا جدا متماسكة وقوية، ونقدر نضيف عليها ألوان سائل براحتنا ونقدر نشتغل بيها براحتنا. وهذه النتيجة بنات. أول شي يعني ما شاء الله الخليط ملأ عندي البول مالت العجانة، ما شاء الله كفتني تغليف قالب كامل، واللي بقى من عندها يغلف كيكة كاملة. باقوا حبايبي ما شاء الله على النعومة، على الكثافة، يعني ما احكي لكم. القوة والتماسك هسه مثل ما تشوفون بالقوة دا اشيلها بالملعقة ثقيلة لأن تمام حبايبي. وهذه الصورة ثانية موضحة للكريمة اللي أنا استخدمتها، كريمة فيزون، لاحظوا ما بها أي خطوط. وإن شاء الله لا تنسوني من الدعاء ووالدي. وهذا شكل التغليف اللي اشتغلت بها. ولا تنسون الاشتراك والدعم باللايك لقناتي مطبخ ست الحبايب.